السلام عليكم. تعالوا النهارده هنعمل بقى البسارية. هنعملها بطريقة يعني هتتجننوا كده عليها. جمالها هيعدي الحدود. طعمها حلو قوي وحاجة كده تفتح النفس. ب20 جنيه أو ب25 جنيه هتعملي أحلى وجبة غدا. طعمها هو يجنن. يلا بينا نسمي الله ولايك الفيديو. أول حاجة كده نحضرها معايا البسارية. ودي بتبقى موجودة كده في السوق في أي وقت. هنجيبها كده ونبدأ إن احنا نغسلها كويس، ونبدأ إن احنا نصفيها. هنسيبها كده تتصفى حوالي نص ساعة عشان تنزل أي مية فيها. خلاص تمام كده، أنا غسلتها كويس زي ما انتوا شايفين، وشلت منها أي زفارة. حطيتها في مصفى كده تنزل المية اللي فيها، وهبدأ بقى إن أنا أتبلها معاكم. تبقى الواحدة بوحدتها كده وحاجة يعني روعة روعة الروعة. تعالوا بقى يلا نعمل لها أحلى تتبيلة. معايا فلفل، معايا بقدونس، وكمان معايا ملح وكزبرة ناشفة وكمون وبابريكا وكمان كركم. طبعا كده حوالي معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وخل وليمون. هبدأ بقى ان انا اقلب كده المكونات او التتبيلة بتاعتي كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين، واسيبها في التتبيلة يا دوبك حوالي كده 10 دقايق. هجهز بقى الدقيق بتاعي، وايه اللي هحطه على الدقيق؟ هحط عليه معلقتين من النشا، وكمان هحط كده رشة من الملح ورشة من الكركم ورشة من الكزبرة. الدقيق بيديني التتبيلة ديت، بيخلي طعم البسارية بتاعتي حلوة جدا جدا. اقلبها كده فيها، وكمان النشا بيديها قرمشه كده عامله زي السناكس، يعني احلى من اي سناكس ممكن تعمليه. حلوه جدا جدا. هنحضر بقى الزيت بتاعنا كده يسخن معانا، وهبدا ان انا اجيب بقى حبات كده احطها في المصفى بتاعتي عشان تنزل بس اي دقيق موجود فيها. وهبدا ان انا اضيف كده حبه بحبه، وما نقلبش كتير فيها عشان هي ما بتاخدش معانا يا دوبك دقيقتين 3 كده في الزيت وبتستوي بسرعة. بس ما نقلبش كتير عشان ما تتهريش معايا. نحضر بقى كده مناديل بتاعت المطبخ ونطلعها عليها. عاوزه اقول لكم ريحتها احلى من الجمبري. انا كنت منزله لكم فيديو قبل كده، وكنت قايله لكم ان انا مش بسميها البسارية يا جماعه، انا بسميها جمبري الغلابه. فعلا طعم وريحه الجمبري حلوه جدا جدا. الناس بقى اللي بتحب الحاجات المقرمشه كده والسناكس كده المقرمش، والله احلى من سناكس، احلى من اي حاجه ممكن تعملوها. ريحتها وطعمها خطير. حلوه جدا جدا، تتاكل كده اكل، يعني أحلى وجبة سريعة ممكن تعمليها. حلوة جدًا، جدًا. تعملي بقى جنبيها شوية سلطة كده وطحينة، وتعصري بقى ليمون، تتاكل بالعيش من غير رز ومن غير أي حاجة ممكن تعمليها جنبها. تعمليها كده سندوتشات ليكِ وللعيال، يعني أحلى وجبة ممكن تعمليها. وحبة جرجير كده وعيشي بقى وخلّي الولاد يعيشوا. يعني أكلة مش هتكلفِك حاجة خالص، أكلة اقتصادية وعلى قد الإيد، وكمان حاجة كده تفتح النفس، وطعمها حلوة جدًا، جدًا. لو لسه ما جربتوهاش أكيد هتجربوها بعد الفيديو دوّة. تقولوا لي بقى إيه رأيكم، وتكتبوا لي كده في التعليقات مين اللي عملها وطلعت معاه حلوة. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.